ممثلين أتراك لم تكن تعلم إنهم من أصول عراقية، بداية مع الفنان إبراهيم تاتليس الذي يلقب بإيبو، فهو نجم تركي أبدع في الغناء والتمثيل السينمائي، فهو من أصل عربي عراقي وأم كردية. ولد في الأول من يناير عام 1952 في مدينة أورفا. من جهة أخرى، ذكرت بعض المواقع التركية الفنية أن الممثل التركي ياسليم بيركدار الذي يجسد سنبل آغا في المسلسل حريم السلطان هو من أصل عراقي. ولد في مدينة كركوك عام 1975، وقد غادر العراق إلى تركيا مع عائلته وهو في سن 13. الفنانة فرح زينب عبد الله ولدت في 17 من أغسطس لعائلة عراقية من مدينة كركوك، وانتقلت مع عائلتها في طفولتها إلى اسطنبول، حيث التحقت بمدرسة الليسيه الفرنسية الشهيرة بمدينة تقسيم، وسافرت مع عائلتها في سنوات الدراسة الثانوية إلى بريطانيا. بطلة المسلسل التركي نور الفنانة سونغول أودين التي عرفها العراقيين باسم نور حبيبة مهند، هي أيضاً من أصول عراقية، إذ والدها عراقي الأصل وأمها تركية، لكن ولادتها في تركيا.